سلام سلام، عواشركم بروكا. جبت لكم اختي الفلفله مرقده اولا مخلله على الطريقه المكناسيه. احنا اختي كنديروها بزاف، كنحتاجوها في المملحات اولا في شليضات ديالنا، راه كتجي خطيره البنات، كتجي غزاله وبنينه. كنشدو الماء معديني، ماشي الماء الروبيني، كناخدو كنزيدو عليه 2 معالق ديال الملحه حتى ل3، ومعلقه ديال السكر سنيده. هذاك هو السر اللي كيخلي لنا الفلفله كتبقى صحيحه. المهم كتكون الفلفله دا كنكونوا غسلناها ومسحناها ناشفه، والقريعه ديالنا اللي رقدوا فيها ناشفه. كنحطوا عليها واحد 6 ديال سناف ديال الثومه مفلحين، ومعلقه كبيره ديال القزبر حبوب، ومعلقه صغيره ديال الابزار. وهنا اللي عنده الكمون حبوب من الاحسن، انا ما كانش عندي درت الكمون البلدي العادي. هنا وريقات سيدنا موسى اولا وريقه الغار، انا حيت جبتهم من عند جرده هكايني طريين. هنا كندير نص كاس ديال الخل الابيض، الا ما كانش عندكم الخل الابيض تكتفيو بالخل العادي اللي كيكون اللي كنستعملوه. هنا الا فاش ما كفاكمش الماء كتزيدوا الماء وتزيدوا معلقه د الملحه وتكملوا. وإلا ما كفاكمش الماء عاوتاني كما غتشوفوا معايا انا، كملوا بالماء ديال القرعه عادي. من بعد باش تغطيو الراس كديروا واحد الكويس صغير ديال الزيت. انا خويت نص ديالو على برا. المهم الزيت البلديه اولا الزيت الماء، الزيت الروميه، كما كتعرفوا. المهم الا بقى لكم البليصه ديروا درجه الحامض من الفوق، انا ما بقاتليش بلاصه. كنغطيوها مزيان باش ما يدخلهاش الريح، ومن بعد 3 سيمانات ديروها في المملحات ديالكم اولا في شليضات. بالصحه والراحه.